ازيك يا عزيزي؟ عامل ايه؟ تعادل جديد وبقالنا 4 ماتشات مش عارفين نكسب، حتى الماتش اللي كسبناه بجون محمد شريف في اخر دقيقه ده ما يحتسبش مكسب. دخلنا في الدوامه والمتاهه اللي ما بنعرفش نخرج منها بسهوله. المهم ان احنا النهارده هنقسم الحلقه جزئين، الجزء الاول جزء فني والجزء الثاني غير فني، فخليك معايا كده يا باشا وتابع، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تضرب لايك. بدأ الماتش النهارده قصاد سيراميكا شكل الاهلي احسن شويتين ثلاثه من الماتشات اللي فاتت. بادئ زي ما كل الناس متوقعه، ضاغط من فوق ضغط عالي، وكمان سيراميكا ساعده بكده ان هو راجع ورا، واللعيبه باين عندها شويه حماس وبتجري وبتلعب بقلب الى حد ما، ولكن برضو عجزنا عن الاختراق في الشوط الاول، وتحديدا في النص الاول من الشوط الاول. والسبب في ده كذا حاجه. اول حاجه طبعا ان الكابتن احمد سامي رامي كل الفريق بتاعه تحت الكوره. تاني حاجه ودي كانت مشكله عند النادي الاهلي اللي هي الجمود. يعني ايه الجمود؟ يعني اللعيبه نازله بخطه ولكن مفيش تحركات تكتيكيه او ديناميكيه بين اللعيبه. يعني ايه يا عم الكلام ده؟ يعني المدرب كان مدي تعليمات للوينجات تحديدا ان هي تفرد الملعب على الاخر ويلتزموا بالخط عشان يعملوا الاسترتش للملعب بعرضه، لكن المشكله هنا ان الباكات سواء معلول او محمد هاني بيحاولوا يزيدوا، بيخبطوا بحاجتين. اول حاجه التكتلات الدفاعيه لفريق سيراميكا، تاني حاجه ان الوينج بتاع الاهلي اصلا قافل عليه، فما كانش فيه تحركات ولا اوفرلاب ولا اندرلاب بين الباك والوينج بتاع الاهلي، وبالتالي دايما كنت هتلاقي لما في اوفر بيتعمل من بدري قوي. يعني سواء علي معلول او محمد هاني في النص الاول من الشوط الاول كل اوفراتهم كانت بعيد قوي. المشكله كمان ان الاوفرات دي ما كانش بيقابلها زياده عدديه من نص الملعب جوه الصندوق، ما كانش فيه غير شادي حسين لوحده ومرمي وسط 3 مدافعين. الطبيعي في خطه زي دي ان انت طالما الوينجات فاردين الملعب على الاخر كده ان لازم الباكات تدخل جوه، زي ما فتوح بيعملها مع الزمالك وجاب بيها جون. على فكره مش فاكر فريق ايه بصراحه، اللي فاكر يقول لي في الكومنتات، بس هو جاب بيها جون كده. لازم علي معلول وهو معاه الكوره او محمد هاني يخش يقطع في نص الملعب. النقطه الثانيه ان ادوار محمد مجدي قفشه واللي المفروض كان بيلعب مركز 10 النهارده كانت غايبه تماما الشوط الاول، لان لما بتفرد الملعب وبتخلي كل المدافعين بتوع سيراميكا على خط واحد قريبين من المرمى لازم يبقى فيه تسديد من بره. اللي عمل كده في النص الثاني من الشوط الاول كان محمد هاني وحسين الشحات. كان لازم محمد مجدي قفشه ينزل يستلم بين الخطوط لان في مساحات كبيره جدا، وكان لازم هو اللي نشوف محمد مجدي قفشه الشوط الاول على الاقل 3 4 تسديدات. ده ملوش علاقه بقى التسديدات دي كانت هتخش ولا لا، الزمالك فيه شويطه ودايما بقارن بالزمالك لان هو المنافس اللي عندك. فماتش زي ده كنت هتلاقي الزمالك جايب فيه جونين 3 من تسديدات بره ال 18 مليون في الميه لو سيراميكا كانت لعبت بنفس الطريقه دي. انما للاسف مجدي قفشه كان بيستخبى من الكوره، ويمكن هو كان اسوأ لعيب في الشوط الاول. في النص الثاني من الشوط الاول مستر كولر بدأ يدي تعليمات للوينجات ان هي تدخل جوه شويه، سواء تدخل في قلب الملعب او حتى تكمل وتدخل جوه الصندوق. عشان كده في الدقيقه 29 اول مره نلاقي محمد هاني بيرفع اوفر حلو على البعيده لسافيو اللي دخل جوه البوكس وحطها براسه كده جنب القائم، فبدات تتفتح سكك شويه للباكات ان هي تزيد. التسديد في الشوط الاول كان موجود برده، لو قارنا ماتش الاهلي ده بالماتشات اللي فاتت لا الماتش ده اكتر ماتش كان فيه تسديدات من بره ال 18. شفنا تسديدات من محمد هاني، شفنا من حسين الشحات، شفنا حتى من شادي حسين. امال ما جبناش ليه يا عم جوان من التسديدات؟ اول حاجه ان انت الشويطه عندك برده مش احسن حاجه، وتاني حاجه والسبب الاهم ان كان واقف عند سيراميكا الكابتن بسام اللي كل ماتش قصاد الاهلي بيقلب نوير، تحس ان هو هيطلع يحترف على طول في بايرن ميونخ، وبقيه الماتشات بيشيل عادي. حاجه غريبه جدا. طبعا سيراميكا مالوش وجود في الشوط الاول، وسط كل الضغط ده يجي لهم كورنر يتيم يتلعب كره هبله جدا تخش في محمد الشناوي، الكره في ال6 ياردة بدل ما يطلع عليها ينط كده ويشيل اللي قدامه ويلعبها في نص الملعب، بطيء جدا ومتاخر جدا ومش مركز ونفسي يقعد دكه بقى. والله ما هنشوف اسوأ من اللي بنشوفه من محمد الشناوي دلوقتي، ما فيهاش حاجه لما يقعد دكه ومصطفى شوبير يلعب. امال اللعيبه التانيه دي بتاخد مرتبات ليه وبتروح التمرين ليه؟ في ملاحظه برضو ان الشوط الاول جون ايبوكا جاله كده كوره انفراد برضو بتتلعب في الهاف سبيس بين علي معلول ومحمد عبد المنعم. عشان كده انا نفسي نلعب ب3 في خط الدفاع زي زمان، هتدي اريحيه جدا للوينج باكس بتاعتك ان هي تزيد سواء كان محمد هاني او علي معلول. انما انت كل ماتش بيطلع عليك كوره انفراد او انفرادين، والحقيقه محمد الشناوي ما يطمنش طالما انت مصر تلعبه. وزي ما احنا شايفين ان خط النص بتاعك ما بيساعدش قوي، ما انت اصلا شايل المدافع اللي ورا ده لو بتلعب ب3 عشان تزوده في نص الملعب، فادوار نص الملعب برده مش احسن حاجه. فامن ورا احسن، لان ماتش زي ده مثلا النهارده كنت ممكن تكسب 1-0، مش لازم تستقبل جون عشان ترجع تعوض وتحاول تكسب، ولما بتجيب جون تفضل مأمن عليه. خلينا نعدي الفتره دي بقى. الشوط الثاني بدأ وكان فيه تعليمات ان شوطوا بقى اكتر، لان الفريق ده كله مرمي على حدود ال 18 بتاعه،
فشفنا بقى مجدي قفشه بدا يشوط، ديانج، الشحات، وشادي حسين ضيع انفراد غريب جدا. بس في كل الكور دي كده في عامل واحد ثابت، هو محمد بسام. ما تفهمش حصل له ايه النهارده. لو اي واحده من دي برده لطشت كانت فرقت معانا. هي اما بتنحس من كله. المهم في الدقيقه 77 نجيب جون التعادل عن طريق ضربه جزاء يحطها علي معلول بعد كره ميته يعافر عليها كريم فؤاد اللي بنشكره طبعا. كره ميته خالص يا جدعان. ولوم على ابراهيم نور الدين ان المفروض شكري باك فريق سيراميكا كان لازم ياخد طرد مباشر، ما ينفعش انذار. المهم ان الحمد لله علي معلول هو اللي يخش يحطها مش مجدي قفشه، ويبقى معاك حوالي 12 13 دقيقه غير الوقت بدل الضايع ان انت تحاول تجيب جون تاني. للاسف بعد الجون اللعيبه همدت، ودي حاجه غريبه جدا برضو. طموح اللعيبه بقى قد كده. وبرضو في اخطاء من مستر كولر زي تاخر التغييرات، بيتاخر قوي قوي على ما يبدا التغييرات بتاعته. برونو سافيو مشطب معاك من اول الماتش تقريبا. انت مطلعه امتى عشان تنزل رأفت خليل يلعب 10 دقايق؟ الراجل لسه ما خدش نفسه، ما لمسش كورتين على بعض. يخلص الماتش 1-1 ويلا بينا نروح على الملاحظات. واول ملاحظه عندي وهي نقطه مهمه جدا ومش فنيه. كنا زمان لما نفتكر كده كانوا بيقولوا علينا اكتر فريق محظوظ في الكون، نجيب اجوان في الدقيقه بلس 90، مدافع يحط كرة في نفسه، هنكسب. وفي احيان كتير جدا كنا بنكسب توفيق، او بيتقال علينا فريق محظوظ. لما تلاقي الكرة منحسه كده ومش عايزه تدخل، والحارس بسام بيتالق قدامك وتشوفه مرعب، ولاعيبه بتتزحلق وانفرادات بتضيع وكور كتير جدا، سهل الماتش ده يخلص على الاقل 2-1 بس مش عارف تكسبه، اعرف ان النوايا مش سالكه. انا عارف ان هي ممكن تكون حاجه فلسفيه شويه، بس صدقوني بجد الكلام ده حقيقي. في حاجه غلط في الفريق بتاع النادي الاهلي وفي مجلس الاداره، مش متجمعين كده على قلب رجل واحد. الله اعلم بالنوايا واللي بيحصل جوه ايه، بس في حاجه غلط والشواهد بتقول كده. النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها وهي تصريحات كولر بعد الماتش. طبعا واضح ان مستر كولر بعد الماتش سلم مجلس الاداره للجماهير تسليم اهالي. الراجل رقم واحد قال لك انا مش مقتنع بالمهاجمين اللي عندي، ودي نقطه هنتكلم فيها، وان الامل عنده كان في بيرسي تاو بس الراجل اتصاب وهيركن فتره. النقطه الثانيه انه قال لك ان لازم عشان اجيب صفقه تكون احسن من اللعيبه اللي عندي، وده معناه ان الراجل ده بيتعرض عليه كام لعيب كده كسر وبيرفض. النقطه الثالثه قال ان فريق بحجم النادي الاهلي لازم يعمل صفقات كتير وتدعيم كتير، وده معناه ان هو بيطلب صفقات كتير والناس جوه منفضه او بتقول له ان شاء الله وربنا يسهل وهنحلها لك. الراجل بيقول كده بالبلدي انا يا جماعه طلبت وقلت وشفت لعيبه كسر عشان ما حدش يجي يلومني بعد كده، وده مؤشر خطير جدا جدا جدا، خصوصا انه جاي بعد اجتماعه الاخير مع الكابتن محمود الخطيب، فربنا يستر على اللي جاي. نرجع بقى لنقطه المهاجم اللي هو مش مقتنع بيه. رايي الشخصي ان مفيش ولا مهاجم في النادي الاهلي خد فرصه كامله باستثناء محمد شريف. يعني انت جبت شادي حسين صفقه جديده، وشادي حسين محدش يختلف على امكانياته اللي كلنا شفناها، بتلعبه على سطر وتسيب سطر، والراجل فقد الثقه في نفسه زي حسام حسن اول ما جبناه. ادينا شايفين نونيز في ليفربول بيعمل ايه، العالم كله عمال يتريق عليه ومع ذلك بيشارك وهيفضل يشارك لحد ما يتحول مكنه اهداف. مش كل اللعيبه زي هالاند اول ما تحطها الترس بتاعه هيشتغل ويدور في المنظومه. لازم المهاجم تسيبه في الملعب ويبقى عارف ان هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي، وتديله ماتش في الثاني في الثالث، بعد 7 8 ماتشات هتلاقيه اشتغل معاك. ده فلافيو اشتغل معانا بعد موسم. فانا شايف الحقيقه انك حتى لو جبت صفقه سوبر وعملتها بالطريقه دي هتضيع منك. طب ما بوالي احنا كنا جايبينه هداف سوبر وجايبينه من الجونه بيطلع نار من بقه، جيت طفى ليه؟ نفس الكلام، ضيع فرصتين انفرادين، اركن دكه، فقد الثقه في نفسه ما قدرش ياخدها تاني، ساب البلد كلها. التعامل مع اللعيبه غريب جدا. يعني حسام البدري كان ممشيها غلط انه ما بيخليش اللعيب يشمها اصلا ويقول لك الانسجام، والمدربين الاجانب بيبداوا ينقطوا اللعيبه بماتشات. يا عم انت اشتريت مهاجم وواثق فيه وعارف امكانياته وسيبه في الملعب لحد بقى ما تلاقي بديل. اخر تعليق عندي وهو الخاص بالوقت بدل الضايع اللي حسب ابراهيم نور الدين 5 دقايق والماتش كله تقريبا تضييع وقت، فدي برضو عليها لغز. على الاقل انا كنت متوقع 7 8 دقايق وقت ضايع، بس اكيد يعني مش دي النقطه اللي خسرتنا النقطتين. نجوم اللقاء بالنسبه لي النهارده كانوا محمد هاني وحسين الشحات، اما بالنسبه للاسوأ طبعا محمد الشناوي. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.